صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايز اتاكد بس ان الصوت واضح، فمش هقدر ابدا غير لما الناس تخش وتاكد لي ان هي سامعاني. انا بحاول بس اركب المايك ده عشان الصوت يبقى اوضح، فهنستنى. انا عارف ان انا داخل في وقت ذروه، الناس راجعه من الشغل نايمه. ايوه ايوه ايوه، طمنا كده يا اخي، انتوا سامعيننا يا جماعه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سامعيننا يا جماعه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بجد سامعيننا بجد؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عليكم يا اخي، الله يرضى عليكم. مش هنضيع وقتكم يعني معانا يعني، وهتركزوا معانا. طب ايه بقى عاوزين نتكلم في ايه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انا حسين عبد الرحمن، محاسب عارف كويس جدا ايه القيمة اللي انا ممكن اقدمها في اي بزنس حتى ولو كانت ضئيلة. مقتنع بامكانياتي وعارف قدراتي، واقدر اتمن المهارات اللي انا بقدمها دي في سوق العمل. تمنها كام دلوقتي، وتمنها كام، واثرها ايه على العميل. صدق نفسك وصدق امكانياتك. فاكر انا دايما بقول لك كده عشان ما يبقاش حد متجبي عليك. صدق نفسك وصدق امكانياتك. انا مين؟ انا بتاع ايه؟ انا بقدم ايه؟ القيمة الفعلية اللي انا بقدمها المقابل بتاعها ايه؟ هل ده كتير؟ هل ده قليل؟ دايما حضرتك محتاج تراجع نفسك. انا لسه كاتب بوست امبارح وكنت بشير فيه ان ما كان ممكن تقديمه نظير اجر مالي فيما سبق يمكن تقديمه مجاني الان. حاجات كتير قوي احنا كنا ممكن بنعملها زمان كنا بناخد عليها اجر، لكن هي دلوقتي سكيب خلاص يا جماعه، بقت بتتعمل سهله بسيطه، فما بقاش بيتاخد عليها فلوس. فعشان كده انت محتاج تراجع نفسك كل شويه. هل انت فعلا مفيد؟ طب ازاي تبقى مفيد اكتر؟ طب ازاي تقدم اكتر؟ احنا الحمد لله اللهم لك الحمد. ايه اللي بيكون مطلوب مني كمكتب محاسبه؟ الناس الغلابه اللي شبهي اللي بتتصل بيا تخش معايا استشاره، وبعد كل كده يقول لي طب يلا بينا بقى نرتب البيزنس بتاعنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. انا عشان رايح مكان جديد فمش حافظ الطريق، فربنا يسترها بقى. صلى الله على محمد. تاني كده، انا ببيع ايه؟ هو انا بقدم ايه كمكتب محاسبه اصلا؟ ايه اللي انا بقدمه؟ معلش يا جماعه بعتذر. انا بقدم خدمات محاسبيه متنوعه. بنقدم خدمات محاسبيه متنوعه، لكن ايه افضل حاجه ممكن اقدمها كمكتب محاسبه او اكتر حاجه قريبه لقلبي؟ اني احكي القوائم مع المستفيد. دي اكتر حاجه انا بحس بقيمتها، وفي نفس الوقت ما بتتطلبش مني وقت كبير. هي بتتطلب مني خبره، علمي اللي انا اتعلمته. انا اتخرجت 2005، انا من 2001 في كليه تجاره. عد السنين دي قسما بالله لم اتوقف اطلاقا عن التعلم الى الان، ومستمر لم اتوقف اطلاقا. والواحد كل ما بيتعلم كل ما بيحس ان هو اضأل واصغر، وان العلم اكبر واشمل وبحر.
مش هينفع يتلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فانا احب يبقى تاني، انا عاوز اكد مع حضرتك على ايه اهم منتج، ايه احلى منتج، ايه افضل منتج الى قلبي انا احب اقدمه، ان انا اناقش القوائم الماليه، تبقى عندي قوائم ماليه جاهزه وموثوقه، انت واخد بالك، ومطلعه لنا قيم، وانا بقى يا فندم من شهر للتاني ابتدي اخد القيم دي واشوف ايه التحليل المناسب. عمر الاي اي ما هيعرف ايه التحليل المناسب الا لو الشركه متحوكمه وداخله كل الداتا صح، والدنيا مظبوطه، والواقع منقول، والاحداث ومجريات الامور منقوله. لكن كل ده دلوقتي يا فندم معاك انت كمحاسب، انت اللي فاهم الشركه، انت اللي فاهم طبيعه الحسابات، طبيعه الحركات، طبيعه الصفقات، انت اللي فاهم ده المفروض يتهلك ازاي، وده العمر الافتراضي بتاعه ايه، انت اللي قادر تتحسس ده دين معدوم ولا ده ممكن تحصيله. دي حاجات يا فندم عمر الاي اي ما هيقدر يتحسسها، فدي قيمه حضرتك بتقدمها. فانا يا فندم محتاج امسك قوائم، خلاص، وابتدي احلل القوائم دي، اعمل موازنات فعلا حقيقيه. يعني ايه اعمل؟ والله العظيم انا بعمل موازنات حقيقيه وببيع المنتج ده عندي في المكتب، انا بعمل موازنات حقيقيه. يعني ايه يا فندم بتعمل موازنات حقيقيه؟ يعني بقول له والله انت خلال الشهر اللي جاي، خلال ال6 شهور اللي جايين، خلال السنه اللي جايه دي الفيوتشر كاش فلو اللي هيحصل معانا خلال الشهور اللي جايه. يعني اقول ايه اللي داخل وايه اللي خارج. والله بعمله. اصل ممكن اقول لك انا بعمله فتحس ان هو موضوع ضخم. يا جماعه موضوع اعداد الموازنات ده كلام فاضي يا جماعه، معتمد انت ذاكرت المنشاه دي كام شهر فاتوا قبل كده عشان تقدر تقرا مستقبلها، تقرا تحركاتها. يا جماعه العب في المنطقه دي الله يبارك لك، عشان دي المنطقه بتاعت الفلوس. فانا بتمنى ان انا كل العملاء بتوعي وكل المنشآت العظيمه والمحترمه اللي انا ماسكها، اللهم لك الحمد، تكون المنشآت دي بتوصلني للمرحله دي ان انا العب في المنطقه دي. لكن المشكله ان سرعان ما بتتولد علاقه صداقه بينك وبين العميل، وبتحاول واحده واحده تسد الفجوات اللي موجوده عنده والمشاكل اللي موجوده عنده. فبقيت بتحل محل المدير المالي عنده، وبقيت بتحل محل مراجع الحسابات عنده، وبقيت بتحل محل امين المخازن والمحاسب اللي بيدخل القيود وبتاع العملاء وبتاع الموردين، عشان تسد الفجوات اللي موجوده عنده. خلاص كده، وتقدر تلم البيانات اللي تقدر تعمل بيها تقرير تخاطبه بيه. ما بوصلش للمرحله دي مع العملاء اللي عندها مشاكل. الساده الزملاء المحاسبين الاجلاء العظماء، انت واخد بالك، اللي مش فاهم ايه وضع الشركات المتوسطه وصغيره الحجم، ووضع الحوكمه ووضع المحاسبه فيه عامل ازاي. الناس دي عايشه يا جماعه في مدينه فاضله، والله العظيم مع احترامي ليهم. الناس يا جماعه اللي بتتكلم على حدود ونطاق المعيار وكيفيه التطبيق، يا فندم احنا يا فندم مش في شركات مساهمه، انا بتكلم على 90% من المجتمع اللي محتاج خدمات المحاسبه هو مجتمع غير محوكم اساسا. اقسم بالله انا بدخل على مصانع، بدخل على شركات، مفيش تقارير، مفيش قوائم، مفيش ريبورتات. ممكن تكون في امساك لبعض الحسابات، لكن في رؤيه شامله عن المشروع والله ما في. طب هل المشروع فقير؟ مش قادر يعمل سيستم، مش قادر يعمل نظام، مش قادر يجيب مبرمجين، مش قادر يجيب عظماء اجلاء رواد فضاء يحوكموا له الدنيا ويظبطوا له الدنيا ويطلعوا له تقارير محترمه عشان يوصل لده؟ لا قادر. بس هي المشكله في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان صاحب البيزنس ما درسش محاسبه، ما درسش ماليه، فمش مستشعر اهميه استقرار المعلومات والكي بي ايز الماليه، مش مستشعر ده يا جماعه، مش فاهمه. فانت بس دورك كمستشار مالي، كمستشار مالي محتاج تخليه يقتنع بهذه المؤشرات ويفهمها ويستوعبها، ومتوسطات التكلفة ونقطة التعادل والتحليلات الرأسية وتحليل الاتجاهات والنسب المالية، وخد بالك السيولة، وخد بالك فوتت الدخلة؟ لا، وخد بالك السيولة، وخد بالك الوضع والتدفقات النقدية والماستر بادجت بتاعنا والإنتاج والتشغيل والمشتريات ومخزون الأمان والري أوردر بوينتس بتاعت الأصناف. هتتكلم في كلام يا باشا، تقعد باشا بالسيجار مع صاحب البيزنس تحكي يا باشا مالية، مش يا باشا تفضل مدفون في الارشيف تلم حسابات وتكود فواتير وتدخل عملاء. مش تفضل يا باشا كده. هي مرحله مطلوبه، مرحله مطلوبه اشتغلتها ايا كانت الطريقه اللي انت اشتغلتها، ايا كانت الطريقه اللي انت اشتغلت بيها، لكن في النهايه انت لازم تعدي المرحله دي وتلعب في منطقه الماليه. خلاص، فمنطقه الماليه يا فندم ان انا راجل خبير 20 سنه بدرس محاسبه وماليه قسما بالله يا اخي، واقتصاد واداره وسياسه وتسويق
وموارد بشريه وتصنيع واحتياجات وكل حاجه. الحمد لله اللهم لك الحمد. من ساعه ما كنا في الجامعه واحنا بندرس كانوا يقولوا لي ده ملغي، اقول لهم مفيش مشكله لما اخد عنه فكره. فانا مفيش اي ورقه عدت قدامي في البيزنس ولا فيديو عدى قدامي في البيزنس الا لما اتفرجت عليه، وشفت اخر الناس ايه، وشفت الناس قدراتها ايه وعندها ايه، وشفت السوق ايه، وفي ناس اعظم مني بكتير. انا بتفرج على ناس يا جماعه، والله بتفرج على ناس انا ما بفهمهاش. انا طلعت غلبان قوي يا جماعه، والله العظيم. انا إيه يا جماعه، الناس دي بتتكلم ايه يا جماعه؟ دي دراسه الجدوى، البري سيد والسيد ومش عارف، بيتكلموا كلام مصطلحات عملاقه، بيتكلموا حاجات عظيمه. انما يا فندم انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان المصطلحات العملاقه دي اصحاب البيزنس الغلابه اللي شبهنا ما بيفهموهاش، والله العظيم. الناس دي محتاجه حد يبسط لهم المعلومه ويحسسهم باهميتها. فلو الناس دي اللي انا الحمد لله ده المجتمع بتاعي، عشان كده بقول انا ماليش منافس. انا مش ماليش منافس عشان انا احسن واحد، انا ماليش منافس لان انا خاطبت مجتمع هو لم يخاطب من قبل. محدش خاطب المجتمع اللي انا بخاطبه ده، محدش الكورس بتاعه فيه اطباء وصيادله ومهندسين وحرفيين ومهنيين وامناء مخازن. كل الناس دي ده المجتمع بتاعي، ده مش المجتمع بتاعك. انت المجتمع بتاعك ناس محاسبيه صرف، ناس اكاديميه، ناس جايه تدرس مهنه المحاسبه، المهنه، المعايير، المبادئ، اللي دي الناس يا عم بتاعتك. انما انا الناس بتاعتي ناس غلابه، ناس ريتش يا باشا وعايزه تتعلم. بس يا عم العلم بتاعك تقيل على قلبهم، انا العلم بتاعي عربجي بس خفيف على قلبهم. هم مبسوطين، هم فاهمينه. خد بالك انا اتحدث المحاسبه على كافه المستويات، على كافه المستويات. ويمكن بدايه حياتي على السوشيال ميديا انا ابتديت اتكلم في اعلى المستويات، ودخلت بالمعايير ودخلت بالسي ام ايه. ما كانش ليا جمهور، ما حدش تابعني، ما حدش قال لي انت بتقول ايه. كنت بقعد احضر ايام عشان اطلع اشرح ورقه من السي ام ايه يا جماعه، ورقه واحده بس اشرحها بالطريقه اللي انا فهمتها بيها واحاول افهم الناس. ما كانش عندي جمهور يا جماعه. ارجع للفيديوهات اللي موجوده على الصفحه عندي قديمه، هتلاقي الفيديو ممكن يكون جايب مثلا ايه 50 فيو 60 فيو. ولما ابتدينا يا جماعه نشعبن المحاسبه وابتدينا نعلم الناس المحاسبه والناس البسيطه، الطبيب البسيط، المهندس البسيط المتواضع، رائد الفضاء الجميل اللي عايز يتعلم، بقوا عملائنا. فهموا يا جماعه وبقوا عملائنا. قالوا لنا يا فندم تمام، تعالى بقى امسك لنا حسابات، تعالى بقى. فهم المعلومه، فهم صاحب البيزنس، فهم المستفيد، اعمل حاجه ليها قيمه، ضيف. الاي اي بقى بيعمل قوايم، بقى بيعمل تقارير، بقى بيعمل انظمه، بقى بيرحل لك ويعمل انظمه كامله وشيتات ترحيلات ودنيا وكل حاجه. كل اللي انت كنت عايز تتعلمه في اكسل خلاص انتهى، مش مهم دلوقتي. طالما نفس النتيجه انت كده هتوصل لها. انا مش هقعد احرق نفسي في معادلات ولو حصل والخليه وهحط وهعمل واتنيل وارحل. هو ده الشارع اللي انا هخشه. الحمد لله ما فوتت الدخله، الحمد لله. اللهم لك الحمد. يبقى رقم واحد ايه؟ ان صاحب البيزنس يقتنع باهميه المعلومه دي. وانا كل اصحابي اللي هم اصحاب الشركات والمصانع اللي انا ماسكها، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وان احنا يعني نعتبر المرجعيه الماليه بتاعتهم المتشائمه. انا بيسموني محامي الشيطان، انا دايما المتشائم. احط راس المال على اسوأ الظروف، اعدي يعني يا فندم الله يرضيك والله انت محترم. احط الارباح على اسوأ الظروف. انا من الراجل ايه دي بتتهلك على كام؟ اخليها 3. طب دي لم فلوسنا بدري، جنب احتياطي. والله يا جماعه انا متسايب لي الحبل على الغارب، والعملاء بتوعي بيقولوا لي شوف ايه المناسب لينا. فانا يا فندم ما بقتش بتعامل بالمعايير يا فندم، انا بقدم تقارير لاغراض خاصه مش لاغراض عامه. ما اتعاملتش على مستوى شركات المساهمه، انا اضعف من كده. فانا شفت ناس اقوياء جدا، ناس عظيمه والله، ناس عظيمه، بس انا ما بقدرش افهم منهم. ناس عظيمه لكن اقدر اتحدث معهم، وان شاء الله باذن الله نسد. يعني اقدر احكي محاسبه على كافه المستويات، اقدر اعلم محاسبه على كافه المستويات. هرجع لنقطتي المهمه جدا يا جماعه، والله الفيديو ده مهم جدا واللايف ده مهم جدا يا جماعه، عشان تعرف تجيب كام، تاكل عيش، تامن مستقبلك وتكبر. قلت لحضرتك نقطتين عشان توصل لدي. النقطه الاولانيه ان يكون صاحب البيزنس مقتنع. النقطه الثانيه والخطيره، والله العظيم انا بكلمك بما يرضي الله، ابعت لي قلوب عشان اصدق انك موجود. عرفني كده انت موجود. هارت ده الاحمر ده عارفه موجود تحت هنا، الله يبارك لك، عشان اقول لك رقم ايه. رقم 2، طب ايه رايك انا مش هكمل غير لما تقول لي كمل، صح؟ مش انا المفروض
احس انك موجود معايا. طب ما تقول لي كمل يا اخي. ها انا دلوقتي يا جماعه قلت ايه اهم خدمه عايز اقدمها، باخد منها فلوس، باكل منها عيش، مبسوط بيها، حاسس باهميتي، حاسس بوضعي. لو موظف او بكتب محاسبه بتكلم مع العميل راس براس وبيقعد وبيسمعني وكلامي مهم. بستثمر كلماتي، انا ما بقولش كلام عبيط. والله العظيم ما ينفع اقول كلام عبيط، ما ينفعش اقول كلام عبيط. انا مفيش وقت تختار كلماتك وتستثمر كلماتك وتحاول باقل قدر ممكن من الكلمات توصل اكبر قدر ممكن من المعاني. خلي كلامك عزيز. فانا بقول لحضرتك دلوقتي انا في خدمات محاسبه كتير. ايه الخدمات؟ تبدا من اول هسجل لك قيد اليوميه، همسك لك حسابات العمله، هرفع لك فواتير، هعمل لك اي حاجه، هطلع لك، هعمل لك النظام، هاسس لك النظام، هرحل لك القيود، هعمل لك الحسابات، هعمل لك التقارير، هراجع لك القوائم، هعمل لك الميزان، هعمل لك التحليل، هعمل لك موازنات، هعمل لك مكاتب المحاسبه. فعلا ممكن تقدم كتير، لكن اهم حاجه الى قلبي، الله يرضى عليك يا اخي، اهم منتج الى قلبي، اغلى منتج الى قلبي اللي بحس بيه في قيمتي، بخبرتي، باحترامي لنفسي، ان انا اقعد اقول له الربحيه منخفضه والوزن النسبي للتكاليف المصروف التسويقي واتجاه المبيعات، وخد بالك الربع ده الوضع فيه ما بيبقى مش تمام، وخد بالك في انحرافات في التكاليف ونقدر نعمل كذا في التكاليف، وخد بالك التحليلات بتاعتنا والنسب الماليه بتقول والمفروض. الكلام ده بالنسبه لمعظم الناس بلا بلا، يعني لما تقعد تقول نسبه السيوله، نسبه التداول، نسبه مديونيه، نسبه حراميه، الراجل صاحب البيزنس انت بالنسبه له دي قشطه يعني ماشي، هيعمل نفسه فاهم. لكن يا فندم لو انت فعلا ما صدقتهاش واقتنعت بيها مش هتعرف تبيعها بفلوس. لازم فعلا تكون بتقسم عليها، انت مقتنع بالنسب دي ومقتنع بالتحليلات دي. اتمنى من الله ان انا اكون ماشي مظبوط، لان انا هقف، انا كده هقف، لان ابتدت بقى الشوارع تكتر قدامي والكباري تتفرع وتتوغل، وانا لو لبست في كوبري انا مش عارف انا لبست في كوبري، انا والله العظيم كده لبست في كوبري يا جماعه. شفتوا بقى يا جماعه، انتوا السبب. لو صدقتها هتبيعها ب10 وب15 وب20 وب100 وربنا يكرمك وتبيعها بمليون. والله العظيم بعتها بمليون يا حسين؟ لا، بأمل ان شاء الله باذن الله، لكن هي تستاهل والله العظيم. ايمانك وتصديقك للبيزنس بتاعك وفهمك ووعيك للمعلومات بتاعته. طب اقف، انا عايز اقف بقى في حته دلوقتي كده، وقدرتك على استيعاب الصوره الكامله للمنشاه، وقعدتك مع العميل او المستفيد في قعده دشا. انا ما بقتش عارف انا فين. ده المنتج اللي انا بحب اقدمه. طب المنتج ده تقدمه بكام؟ والله يعني انت راجل كويس، منشاه كويسه ومنشاه بتكسب، والمنشاه هتقرا القوائم الماليه، بس هتقرا القوائم الماليه، هتحللها، هتذاكرها، هتحفظها. لو انت هتقدم المنتج ده حسب بقى يا فندم. انا داخل ايوه كده، يعني هنقول ربنا يسترها ونطلع ماشيين صح. طولت عليك وانا عارف. ايوه الله يرضى عليك يا اخي، كوبري هيوصلني، الله يرضى عليك يا اخي. معلش هما حاجتين صح. الحاجه الاولانيه اقتناع المستفيد، اقتناع العميل باهميه الحاجه الثانيه اقتناعك بالقوائم اللي انت هتبني عليها تحليلاتك. اقتناع العميل بالتحليلات واقتناعك بصدق القوائم اللي انت هتقوم عليها تحليلاتك. يبقى دول حلين. ما انا شغال جوجل ماب ازاي وانا شغال على يبقى دول حلين اهم عشان ابيع بفلوس، عشان ابقى راجل محترف، راجل بتذاكر قوائم وبتنقل معلومه وبتحاول تحلل وتعمل تحليلات وتعمل موازنات وتعدل موازنات. يا جماعه انا بمسك قوائم داخله على مستوى 6 شهور، مصروف فعلا يتعلق بالشهر ده، طب والله انا بشيله وبحطه هنا تاني.
وبعمل ميكانيكا في القوائم، وقت ما اعمل قوائم تقارير اداريه. انا شايف ان المصروف ده لا المفروض يجي هنا، لا نزود هنا، ما خلاص احنا المحاسبه خلصناها. فانا مدى موثوقيه التقارير اللي موجوده تحت ايدي، فانا احب العب مع العميل في المنطقه دي. فانا هنا مصدق نفسي. هل يا فندم هذه الوظيفه هيلغيها الاي اي؟ ما اعرفش، بس مستحيل، والله العظيم مستحيل. الاي اي هيلغي البرمجه؟ ما اعرفش والله. الاي اي هيلغي الاكسل؟ ما اعرفش، ماشي اوكي. الاي اي هيلغي عمليه المحاسبه ذات نفسها كسايكل محاسبيه، ترحيلات وتكويدات؟ ممكن، صح، ممكن. فالاي اي هيلغي كتير، صح؟ قول لي صح. الاي اي هيلغي كتير. الاي اي هيلغي كتير. انت هتتلغي؟ انت ممكن تتلغي ولا لا؟ طب انهي منطقه الامان؟ المنطقه اللي انا بقول لك عليها منطقه ما بعد القوائم. ليه يا عم؟ ما هو الاي اي بيعمل موازنات كدابه. طب ما الاي اي بيعمل تحليلات كدابه وبنت 60 كلب يا فندم. والله ما اشتريها، ما اشتريهاش. انا ممكن اختبر النظام الاول واتاكد منه واطمن له، واختبر العمليات اللي على النظام، واختبر الترحيلات، واختبر تمام، واتاكد للنظام اقول تمام. لكن انا ممكن اوجه الاي اي وفقا لتفكير في اطار محدد، انه يظهر لي تقرير الموازنات بشكل محدد، ان يعمل لي التحليلات اللي انا محتاجها. ما هي مش كل التحليلات تنفع لكل المنشآت. الناس فاكره ان انا هعمل تحليل مالي، يلا تحليل السيوله، تحليل المديونيه، تحليل الكفاءه، تحليل الربحيه، تحليل التشغيل. لا يا فندم، هو مش كده. هو حضرتك لازم تكون مذاكر المنشاه بتاعتك وعارف كويس ومدرك كويس انت هتوجه الاوامر دي ازاي عشان تطلع بأنهي شكل من التقارير اللي تصدقها فتخلي العميل يصدقها. يبقى احنا عايزين احنا نصدق والعميل يصدق، فنقبض فلوس فناكل عيش ولا نقعد في بيوتنا بقى؟ فلو انت ما اقنعتش المستفيدين منك بقيمة اللي انت بتقدمه، هتعيش عبد. انا ممكن استبدلك باشتراك برنامج، انا ادفع $200 اعمل اللي انتوا بتعملوه انتوا الستة. لا يا فندم، انا ايه اللي يخليني العب في المنطقة دي؟ فحاول يا فندم ايه؟ والله انا عارف ان انا ماشي غلط. فحاول يا فندم ايه؟ زي ما تيجي بقى. يلا بينا بقى، يلا بينا. اللهم هتتلغي؟ انت هتتلغي؟ قول لي انت هتتلغي؟ ما ينفعش نتلغي. يبقى تلعب في منطقه ايه؟ الماليه. تلعب في منطقه الماليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع تاني بقى يا حسين، بتقول لي انت بتقدم ايه؟ من ضمن كل الخدمات اللي احنا بنقدمها، انا شايف ان الخدمات اللي هي لحد اصدار القوائم الماليه واصدار التقارير الاساسيه ما بقاش ليها قيمه في مكاتب المحاسبه. الاي ار بي على عظمتها وعلى جودتها وعلى تدليعها، والاي اي على عظمته وعلى تدليعه وعلى جماله، بقى قادر ان هو يعمل كل الوظائف دي لو في واحد عنده روح، لو في محاسب عنده روح وعنده قدره انه يقدر يصيغ ويقدر يصدق البرامج اللي هو بيتعامل معاها عشان يصدق التقارير. فانا قسما بالله العظيم لو ما صدقتش الاي اي يا فندم بيقول لي انا اسف انا غلطت، بقول له انت غلطان، يقول لي انا غلطت في دي، معلش انا ما خدتش بالي منها. الاي اي كل ما بنطلع بتقرير وادخله على برنامج تاني غير البرنامج اللي انا طلعت منه التقرير يطلع لي فيه اخطاء. والله يطلع لي فيه اخطاء. فهو يا فندم موظف جيد، لكن يا فندم انا ما سيبهوش يديرني. المحاسب الصح هو اللي بيدير البرنامج، مش بيدخل عليه، مش بيشتغل عليه. انت يا بنت اللي بتسوق، انت اللي بتسوق الاي ار بي، انت اللي بتسوق الاكسل، انت اللي بتسوق السيستمز، انت اللي بتسوق الاي اي، انت اللي بتسوق الاي اي، مش الاي اي اللي بيسوقك. تقول له ازاي اعمل سيستم وتسيبه يسوقك؟ ليه يا ابني انت ابيض؟ يا ابني ما تركز يا ابني، الله يبارك لك، وافهم بالظبط آلية التولز اللي موجوده تحت ايديك بتشتغل ازاي. انت يا ابني انت ما كانش حد غلب بقى. كل واحد هيقعد شويه يسرح لي في برنامج، خلاص هيقول لك خلاص انا تمام. لا يا فندم، القابليه للتنفيذ، القدره على التنفيذ، فانت لازم تصدق.
ما تشيرش اللايف دلوقتي، اوعى تشيره عشان احسن حد يعرف ان انت بتتعلم فتبقى عيبه في حقك. ما تشيرش اللايف، ما تشيرش اللايف لحسن حد يتعلم ويسمع كلمتين يكونوا مفيدين ليه من خلالك ومن سبيلك. ما تشيرش اللايف، ما تشيرش اللايف لحسن الناس تسبقك لو سمعت الكلام اللي انا بقوله ده. فحاول انت بس اللي تسمعه لوحدك وتبقى بخيل عشان تقدر تتعلم لوحدك والناس ما تسبقكش. ما تشيرش اللايف، ما تشيرش اللايف يا بخيل. فحاجات كتير راحت. تعالى بقى نحترف، العب اللي انا حابب اللي انا العبه، اللي يناسبه اهلا وسهلا، واللي ما يناسبوش كفى الله المؤمنين القتال. انت من طريق انا رحت فين، انا كده دخلت غلط والله. طب انا هعمل ايه بقى؟ لا انا هقف، انا اسف يا فندم، انا اسف انا يا فندم هشوف حته اركن فيها، معلش اقف اخلص الكلمتين دول. ايوه حلوه قوي الحته دي، وايا كان بقى فوتنا الكباري دي هنلفها ولا هنطلعها، احنا في اليوب ولا احنا فين؟ يلا انا هقف هنا شويه اهو اخلص الكلمتين عشان اكون مركز معاكم. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ايه؟ ما تشيرش اللايف، صح؟ الله يرضى عليك يا اخي. طيب اقوم انا الاقي احد العملاء عاوزني اقدم له خدمات اعداد تقارير، او ان انا اراقب له على التوجيه المحاسبي للحسابات، او ان انا اسس له نظام محاسبي، او ان انا اعدل شيتات الاكسل اللي موجوده عند المحاسبين اللي موجودين عنده، او ان انا يعني خدمات بقى من اللي هي تراديشنال التقليديه دي اللي بقت فبقدمها له. خلاص مفيش مشكله. لكن الاهم من ده نخلع من المنطقه دي، يعني تسعى بالانتقال بهذه المنشاه الى الوضع المثالي، الاي ار بي المحترم، السوليوشنز المحترمه، طريقه معالجه البيانات ولم البيانات وحوكمه الامور بشكل محترم. ليه انت ضد الحوكمه يا اخي؟ ليه؟ خايف صح؟ خايف عشان انت بتقوم بوظيفه تقليديه الان لا يتحل محلك بدوسه زرار. الان صح؟ هتعيش عبد، والله هتعيش عبد، هتعيش خايف وهتعيش قلقان. حالة استنفار، حالة استنفار يا فندم. اخرج من الكومفورت زون اللي انت موجود فيها وذاكر وادرس وعالج وحاول تراجع نفسك. هو انا في ظل الاوضاع اللي احنا بنشوفها دي اقدر اضيف ايه يكون ليه قيمه؟ ممكن والله ما يكونش تحدي، ده تبقى فرصه. لان انا فعلا الحمد لله والله لقيت مساحتي، لقيت ملعبي. انا عايز العب في الحته اللي انا بحبها، انا عايز العب في التقارير الماليه، انا عايز العب في مراقبه التكاليف، انا عايز العب من الاخر. اقول لك انا عايز العب في ايه؟ ماشي يلا اقول لك انا عايز افكر. انا نسيت. طب والله نسيت بقى، انا مش هينفع اكمل لما انت تقول لي. انا نسيت والله. في وشوشه في الصوت. طب ده التكييف ده. ايوه طيب كده حلو. يا خساره يا خساره، هتلاقي اللايف باظ عشان الوشوشه اللي في الصوت دي. اديني وقفت التكييف. يلا انا بقى كنت بقول ايه؟ عايز العب في المنطقه، عايز العب في المنطقه اللي ما بذلش فيها مجهود كتير، ابيع خبراتي. مش هيجي علينا الوقت اللي احنا نقعد بقى اللي احنا عملناه ده بقى نقعد نبيعه. نقعد بقى نبيع بقى خبراتنا ونبيع كلامنا ونبيع استشاراتنا. هل هنبيع؟ هنوصل لده يا فندم؟ الله يرضى عليك. عايزين بقى نقعد نبيع الكلام ده، نبيع الخبرات دي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا يا فندم البرمجه والاي اي والاي ار بي سيستم ما لغتش المحاسب، لا هي اظهرت قيمته واظهرت دوره وقالت له خد عندك. فمش كنت بيطلع عينك عشان توصل للتقارير دي؟ طيب تعالى وجهني وانا اعملها لك احسن ما انت بتعملها. تعالى حوكم الدنيا كده ودخل لي المعلومات بالشكل اللي انا عايزه. انفتاح يا جماعه في التكنولوجيا، انفتاح في السوليوشنز، انفتاح في البرامج، انفتاح يا جماعه. وفعليا يا جماعه في وظائف كتير بالفعل اتلغت، بس هي الوظيفه كانت محتواها اللي كان يمارس هو اللي اتلغى. لكن انت دلوقتي محتاج تمارس كمالي كرجل مالي، فاهم قوائم وفاهم تكاليف وفاهم محاسبه اداريه وفاهم الكلام ده كله. انا مش بقول الكلام ده عشان يكون اعلان لكورس الاداره الماليه اللي انا هعمله يوم 15/8 ان شاء الله باذن الله،
لكن انا بوضح لك انك ممكن تتحرك من دلوقتي، انك تعرف المساحه الحقيقيه اللي انت المفروض تلعب فيها. انا بقدم ايه؟ انا مصدق نفسي ولا لا؟ انا محتاج ناس مصدقه نفسها. يعني لو في شركات بتسمعني وسمعتني ووصلت معايا لهنا، محترفه في التسويق ومصدقه نفسها، محترفه في البرمجه ومصدقه نفسها، محترفه في الاودو في الاوريكل ومصدقه نفسها، محترفه في البيع ومصدقه نفسها، محترفه في الموارد البشريه وعندها خبره وعندها قدره انها تدي استشارات وتعمل تطوير في البيزنس، انا اقدر اسوق لك خدماتك، انا اقدر اكون شريك ليك، انا اقدر لو انا مصدقك. فانا حضرتك صعب شويه لما باجي بتعامل مع اي ثيرد بارتي عشان يجي يقدم خدمات لعميل انا مسؤول عن حوكمته او مسؤول عن الاداره الماليه عنده. فلما بطلب حد عشان يجي يقدم لي خدمات زي خدمات برمجه، زي خدمات تسويق، زي خدمات بيع، كتير جدا من الناس اللي بتيجي انا ما بصدقهاش، وبحس ان الميتنج الاولاني بيبقى فضفاض وما فيهوش امور واضحه. ومعظم الناس الا من رحم ربي بيفكر هو هيهبش ازاي، ايه اكبر حاجه ممكن يطلع بيها، ما بيقوليش هو هيقدم ايه. انا تاني باكد، انا محتاج ناس شركاء بالافكار، مؤمنين باللي هم بيعملوه وحاسين بقيمته واثره على المنشاه اللي هم بينفذوا لها المشروع ده. انا محتاج ناس، انا محتاج ناس مهره في التسويق، انا محتاج ناس مهره في البيع، انا محتاج ناس مهره في الموارد البشريه وفي اعاده الهيكله، انا محتاج ناس مهره. وخد بال حضرتك، لو البرودكت بتاعك ب 5000 جنيه هسوقه لك وهبيعه لك وانا اللي هشتري منك، ولو البرودكت بتاعك بمليون وب5 مليون انا هشتري منك، انا هشتري منك. انا الحمد لله عندي طلب، عندي شركات كتير مش ما اختارونيش عشان انا الافضل، هم ما اختارونيش عشان انا الامثل، هم ما اختارونيش عشان انا الجامد، هم اختاروني عشان فهموني بس. هي الناس فهمتني، هي الناس فهمت كلامي، الماليه والمحاسبه اتبسطت لها فقالوه الله يرضيك يا عم حسين، محتاجينك تيجي تحوكم لنا، ترتب لنا، تنظم لنا، تعمل لنا عقد الشراكه، تفض الشراكه دي، تلزم الناس بالحق والعدل والحصص والانصبه، وتقعد كل واحد مكانه بالقوانين وبالتعليمات فالناس بتتواصل معانا الحمد لله عشان فهمانا، عشان احنا بلدي، عشان احنا ناس بلدي شويه، تمام؟ انا مش شيك. عشان طبعا ناس كتير بتخش تكتب لك العلم لا يقدم بهذه الطريقه. يا عم والله انا دي شخصيتي، انا حسين، انا حسين ده في بيتي، انا حسين ده في الشارع، انا حسين ده مع اصحابي، انا ده المجنون ده، انا ده عادي، انا ده كده، انا دي حياتي كده. فانا مش بتصنع ولا انا يعني بتشكل عشان اطلع باسلوب جديد يكون بيلفت كل الناس. كل الناس من 20 سنه، من 25 سنه، من 30 سنه يقول لك لا ده مجنون، ده المتحمس، ده مسميني المتحمس زمان وانا بشرح، عشان انا بصدق والله اللي انا بتكلم فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فانا يا فندم عندي مشاريع، انا عندي منشآت وعندي شركات في القاهره وبره القاهره. الشركات دي عندها احتياجات، اللي بييجوا يقدموا الخدمات دي يعني ما بيكونش فيه وصف دقيق للخدمه او الكونتراكت اللي هيقدم من قبل الطرفين. فبالتالي انا الناس الشركات دي مع انه مش مجالي، هتقول لي ايه اللي دخلك في التسويق يا عم انت؟ ايه اللي دخلك في البيع يا عم انت؟ والله هو انا ادخل تمام، لكن انا عندي نقطه بتاعتي انا بحب العب فيها اكتر، فبجيب كل واحد في المنطقه اللي محترف فيها. انا اعرف العب تسويق، اعرف دارس التسويق اللهم لك الحمد، دارس الموارد البشريه اللهم لك الحمد، دارس البيع اللهم لك الحمد، دارس التصنيع التكاليف اللهم لك الحمد. بس إن انا ما ضيعش فرصه على العميل بتاعي والله. يعني انا لو انا ماسك منشاه ولقيت ان انا ممكن اقدم حاجه بس في حد ممكن يقدمها بشكل افضل مني او بطريقه افضل مني، طب وانا ضايع عليه فرصه ليه؟ طب ما انا اجيبه يا فندم واستلم منه واشرف على المشروع بتاعه اللي انا هصدقه وهو هيصدقه. فمعظم الناس اللي احنا بنقعد معاها انا ما بصدقهاش. انا عايز ناس صادقه، انا عايز ناس فعلا عارفه قيمه المنتج بتاعها وتكلفته ايه ومقدار المجهود اللي مبذول فيه ايه، واهم من ده يكون شايف معايا ان اللي هنقدمه ده هيفيد الناس الغلابه اللي احنا بنشتغل معاهم. ناس غلابه، هم مش غلابه قوي يعني، بس هم غلابه، هم ناس مش عايزه يتنصب عليها، ومش عايز واحد يخش يقول له بص هنعمل بيزنس ديفلوبمنت والخطه هتتكون ونبتدي ندي في مصطلحات وحوارات وارقام وتفاصيل وكلام عشان نبين ان احنا تحت في التنوع يا اخي الله يبارك لك، انا خريج الملك فيصل الاعداديه، الله يبارك لك يا شيخ كلمني بلدي عشان اتكلم. الراجل عايز يفهم، فتقول لي لا اصل العميل ما يفهمش، العميل مش هيفهم الكلام اللي انا بفهمه.
لو ما فهمش مش هيشتري، ولو اشترى هيبقى اشترى عن غير اقتناع، وهتحصل مشاكل، وهتقول اتاكل حقي وده اكل حقي وده. وانا قلت 100 مره قبل كده ما تشتغلش مع جاهل، لان الجاهل عمره ما هيقدر قيمه اللي انت بتقدمه. فيبقى النقط واضحه من البدايه، انا عارف انا هتعب في ايه وهقدم ايه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ماشي. ان انا هتعب في ايه وهقدم ايه. شفت انا بتفصل على ان مفيش سكريبت طبعا، انا مش بقرا من سكريبت عشان فلا. تعالى يا فندم معايا. فتاني انا باكد اساسا الهدف كان من اللايف ايه. انا محتاج ناس مصدقه هي بتقدم ايه، زي ما انا مصدق انا بقدم ايه. خلاص، زي ما انا مصدق انا عايز ناس مصدقه وناس نخدم المجتمع. الناس الحمد لله اللي بتتواصل معانا. انا مش قادر اشيل والله عندي طلبات لا حصر لها، اللهم لك الحمد، فضل ونعمه عند ربنا سبحانه وتعالى. هل انا استحقه؟ لا والله انا ما استحقه، ده كرم ونعمه عند ربنا سبحانه وتعالى. يا اخي انا بحتك بمشاريع وبحتك بمصانع، احيانا ممكن السوليوشنز اللي مطلوبه تكون اكبر مني واكبر من قدراتي الاستيعابيه، انا مش قادر انفذها، بس تلاقي الناس تقول لك احنا مصدقينك يا عم، نفذ يا عم وشوف احنا هنوصل لفين. طب طالما هنقدر نجيب ناس برضه مصدقه نفسها، فتعالوا اتفضلوا يا جماعه. انا محتاج شركات تسويق محترمه فاهمه كويس المنتج بتاعها وتعرف هي هتقدم ايه. محتاج ناس خبرات في البيع في البرمجه. انا محتاج ناس شركاء اودو، ناس بتنفذ اودو، ناس بتدرب اودو، ناس بتدرب محاسبه. ايه رايك بقى؟ يعني انا فندم اهو، انا مش مدرب محاسبه فندم، انا بدرب الناس على المحاسبه. ها فندم، لو انت حضرتك شايف في نفسك ان انت عندك القدره على ايصال المعلومه بصدق، تمام، تعالى يا فندم ساعدني، تعالى نقدم منتج، تعالى ندرب شركات، تعالى. فبس ناس تكون مصدقه هي بتقدم ايه. انا تعبت احيانا وانا بطلب موظفين ان الناس بتيجي بتكتب في سيفيهات كلام. انا فندم لسه عامل انترفيو لحد كبير سنا، انا المفروض معدي 50 سنه كرجل مدير مالي، فبكلمه بقول له حضرتك عامل في السي في لما حضرتك بتقدم الموازنات ماليه وبتعمل تحليلات للانحرافات. قلت له قال لي انا والله قال لي كده، قال لي انا كاتب ده. ايوه يا فندم والله حضرتك كاتب ده. شفت بقى يا اخي اللي انت كاتب ده. فعايزين ناس مصدقه نفسها، عايزين ناس مصدقه نفسها بتعمل ويب سايتس محترمه، ناس مبرمجين بتعمل ويب سايتس محترمه قيمتها الفعليه بدون ما نضحك على بعض. محتاج ناس بتعمل خطط تسويق، محتاج ناس في المونتاج جدا، ناس محترفه ومحترمه، ناس بتذاكر الماده الخام اللي تحت ايديها، مش مجرد هنلصم فيديو. ناس شركاء بالفكره، محتاجين يستوعبوا كويس زي شركات الفايرال كونتنت اللي شغاله دلوقتي، انه بيدرس محتوى الفيديو، هو الفيديو ده فعلا قيم ولا لا. بس انا بقى يا فندم مش بعمل فايرال كونتنت، اوكي؟ انا بعمل يا فندم كونتنت يكون فيه فاليو فعلا للناس، بغض النظر هو فايرال ولا ما فايرالش. فانا عايز ناس تساعدنا على ده، ناس تساعدنا على مونتاج المحاضرات التدريبيه بتاعت، ناس تاخد لايف زي ده وتمنتجه وتنزل للناس المعلومات المهمه اللي موجوده فيه. فانا محتاج ناس تاني اهو باكد في الميديا، في الميديا برودكشن، ناس في التصوير، ناس في التسويق، ناس في البيع، باكد تاني معلش، ناس في، فاللي شايف نفسه، ناس في الويب سايتس، ناس في الاودو. محتاج. لسه دلوقتي عامل تليفون مع شركه في اكتوبر، يعني البنت بصراحه كانت مذاكره كويسه جدا والله، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم وفعلا يطلع الفيجن اللي اتشرحت هي ما تطبق، ونلاقي ناس نقدر نوفر لها. انا عندنا ربنا يوفر لنا الوقت اللي احنا ندرس فيه البيزنس ونعرف هو محتاج ايه، ونقول لحضرتك تعالى انت انسب حل، يلا نفذ. بس انا اللي هستلم منك، وانا غلس، انا يا فندم غلس، انا هستلم يا فندم زيرو سيرفيس كواليتي ايشو، مفيش اي مشاكل في المنتج اللي حضرتك بتقدمه. فانا نهائي اتمنى تكون حضرتك استفدت من الفيديو بتاعنا ده واللايف بتاعنا ده، وانا بطلب من حضرتك ان شاء الله باذن الله حضرتك لو تعرف حتى تمنشن حد، لو تعرف حد شركه كويسه قدمت حاجه لحضرتك قبل كده وشايف ان دي ممكن تاخد فرصه، واحنا نكون يعني اللي ربنا كرمنا وخلانا نقدم لها حاجه وتشاركنا في عمل وتقدم منتج محترم ونطلع نتيجه محترمه، فيكون كتر خيركم. نشكركم لحسن استماعكم لنا، والحق انا بقى مشواري عشان في ناس مستنياني.